زيادة أسعار باقات الإنترنت المنزلي في مصر. تعرف على الأسعار الجديدة وبداية تطبيقها. الأسعار هيبدأ تطبيقها، الأسعار الجديدة هيبدأ تطبيقها من أول يناير، لكن على الأرجح إنه اللي هيجدد من النهاردة هيطبق عليه الأسعار الجديدة. يعني الباقة اللي هي 140 جيجا سوبر واحد، 140 جيجا اللي هي كانت ب185 جنيه دلوقتي بقت ب239 جنيه و40 قرش تقريبا أو بالظبط، وكل الباقات رفعت تقريبا حوالي 33%. تعالوا نقرا الخبر زي ما جاء في جريدة العربية وجريدة صدى البلد وجميع الجرايد بتاريخ الجمعة 6 ديسمبر النهاردة. تعالوا نقرا تفاصيل الخبر مع بعض. رفعت الشركة المصرية للاتصالات أسعار خدمات الإنترنت المنزلي بحسب مصادر بقطاع الاتصالات تحدثت إلى العربية. احنا جايبين خبر من العربية بس ما نقدرش نصور الجريدة علشان حقوق الطبع والنشر، فنقلنا منها الخبر كوبي وبيست. بقول إن مصادر بقطاع الإنترنت تحدثت للعربية بالأسعار الجديدة. رفعت الشركة المصرية للاتصالات أسعار خدمات الإنترنت المنزلي بحسب مصادر بقطاع الاتصالات تحدثت إلى العربية، ومن المتوقع أن تبدأ شركات الإنترنت الأخرى فودافون وأورنج في زيادة أسعار الإنترنت الأرضي بعد قرار المصرية للاتصالات، وخاصة أنها الشركة الأكبر من حيث عدد العملاء وخدمات الإنترنت المنزلي بمصر، فضلا عن كونها صاحبة حق إدارة البنية التحتية لقطاع الاتصالات. بيقول إن الشركات التانية هتحذو حذوها لأن هي الشركة الأم واللي بتعمله بيسري على جميع الشركات، وكمان هي لها حق الإدارة والبنية التحتية المملوكة للشركات التانية. فإذا كانت أعلنت المصرية للاتصالات أو شركة وي زيادة الأسعار النهاردة، فإن شاء الله قريبا جدا هنلاقي كل الشركات بترفع الأسعار زيها بالظبط. وكان الشركات المحمول قد طلبت من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات زيادة أسعار خدمات الاتصالات لتخفيف الضغوط المالية التي تعرض لها أرباحها بحسب زعمه. بيقول إن الشركات قدمت بطلب للحكومة برفع الأسعار لأنها تعرضت لضغوط وتعرضت لخسائر، والطلب ده كان من فترة حوالي شهر أكتوبر، يعني من حوالي شهرين، وطبعا اتوافق عليه والتنفيذ بدأ أهوت زي ما حضراتكم شفتم في الخبر اللي معانا النهاردة. تعالوا نشوف بقى الأسعار والزيادات. بيقول لي ورفعت المصرية للاتصالات أسعار باقات الإنترنت اللي تبدأ من 239 جنيه و40 قرش لباقة سوبر 140 اللي هي أصغر باقة، اللي هي باقة كل الغلابة والفقراء وأنا منهم، جيجا بايت، وتصل حتى 2046 قرش اللي هي أعلى باقة في الباقات المتاحة من الشركة، جنيه شهريا لباقة ماكس 1 تيرا بايت. وجاءت أسعار الإنترنت الجديدة بعد الزيادة كالتالي. كل واحد بقى هيشوف هو كان بيدفع كام ويشوف الفرق قد ايه او الزيادة قد ايه. اول حاجة الباقة، اصغر باقة اللي هي باقة سوبر واحد 140 جيجا، بيقول لي بقت 239.40 قرش شهري. باقة سوبر 200 بقت 330 جنيه و60 قرش شهري. باقة سوبر 250 ب 410 جنيه و40 قرش شهري. باقة سوبر 400 جيجا بايت ب 649 جنيه و80 قرش شهري. باقة سوبر 600 جيجا بايت ب 850 جنيه شهري. باقة سوبر 1 تيرا بايت ب 1550 جنيه و40 قرش. باقة ميجا 250 جيجا بايت ب 604 جنيه و20 قرش. باقة ميجا 600 جيجا بايت ب 1185 جنيه و60 قرش. باقة ميجا 1 تيرا بايت يعني 1000 جيجا 1778 جنيه و40 قرش. باقة الترا 250 جيجا بايت ب 798 جنيه شهري. باقة الترا 600 جيجا بايت ب 1402 جنيه و20 قرش. باقة ماكس 1 تيرا بايت 2006 جنيه و40 قرش. كان نفسي انقل لكم اخبار حلوة، اجيب لكم اخبار حلوة، بس هو ده الموجود والحمد لله على كل حال. لايك وشير، شيروا الفيديو علشان الكل يعرف. اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.